السوبر المصري 2014 بين الاهلي والزمالك اقوى المباريات، بس مش فنيا خالص، بره الملعب. بس بره الملعب الزمالك لسه داخل ب 17 لاعب جديد. الزمالك من فتره كبيره قوي بيتعاقد مع افضل لعيبه الدوري المصري كلها، كسب الاهلي في كل الصفقات اللي اتنافسوا عليها. الزمالك داخل وهو ما كسبش الاهلي من 2007. الاهلي الموسمين دول يعتبروا موسمين انتقاليين في تاريخه. موسمين فقد وائل جمعه، قات وتريكا وحسام غالي ورامي ربيع، سامي كتيره وكبيره جدا. مقابل الصفقات اللي عوضتهم كانت ضعيفه جدا. باسم علي وحسين السيد اقواهم هو رجوع حسام غالي من الاحتراف. صعد اتنين لعيبه صغيرين في السن زي رمضان صبحي وبامبو، ولكن الاهلي كان لسه عنده كام لاعب تقال في الفرقه بيعتمد عليهم زي وليد سليمان وعبد الله السعيد ومتعب وتريزيجيه. الاهلي بادئ افضل بكتير والخبره باينه عند لعيبه الاهلي اكتر. وليد سليمان بيثبت الشناوي ولكن في القائم ريح اول كوره بعد 27 دقيقه. دي اول كوره للزمالك في الماتش، اول كامل ما فيهوش تقريبا غير كوره وليد سليمان اللي في القائم لحد الدقيقه 42 لما يرد ايمن حفني بكوره فرديه بحت، شوطه صاروخ ولكن في العارضه. الزمالك احسن الشوط الثاني ونازلين واخدين تعليمات يشوطوا من اي مكان. اول كوره للاعب المتصعد رمضان صبحي صاحب ال 17 سنه يلعب اخطر كوره في الماتش تقريبا لوليد سليمان، الشناوي يتالق ويخلص المباراه 0-0. خش ركلات الجزاء واحمد الشناوي يتالق في الاولى قدام احمد عبد الظاهر، الشافي بيحطها حطه معلم. خش وليد سليمان ويضيع الثانيه قدام احمد الشناوي. خلاص شكل الزمالك هيكسب اخيرا، ويخش خالد قمر ويسجل التانية كمان، والاهلي بيسجل التالتة، واحمد سمير يخش يشوط شوطة حلوة ولكنها تتصد، عمر جابر ويسجل هو التاني. خلاص اخر ضربة جزاء، سعد سمير بيسجل في داخل اللي بيتأخر وسجل الزمالك يكسب يوديها في السماء. سيناريو مجنون. مرتضى منصور بيدعمه من المدرجات، صبري رحيل يسجل واحمد توفيق يرد، محمد رزق بيسجل، ابراهيم صلاح يشوطها بقوه ويرشقها في العارضه عشان يفوز الاهلي على الزمالك بالرغم من كل الصفقات. خلص الكلام يا برو وسلام.